نعمل ايه حلو، نعمل ايه حلو، نعمل كنافه. يلا بينا يلا بينا. معايا حوالي كده ربع كيلو من الزبده، على يعني كوبايتين. ان لو هتعملي نص كيلو هتعملي كوبايه الا ربع زبده على زيت يكون نوع نضيف، او زبده على سمنه، بس سمنه تكون برضو حلوه. تمام. انا حطيت زبده على زيت حوالي كوبايتين لان انا هعمل كيلو. تمام. معايا كيلو من الكنافه مطلعاه من الفريزر، هبتدي بقى ايه، اكسره كده جوه الشنطه وهطلعه. انا هحط زبده تاني عشان الزبده كانت قليله شويه. مع سكر، الاغلبيه زبده. هحط 3 كوبايات كبار من السكر، واحط قدهم يعني كوبايتين ونص كده من الميه. شربات الكنافه بيبقى تقيل شويه عن الجلاش او البسبوسه، طبعا خفيف. تمام. وهتحطي عليهم يا اما على طرف المعلقه كده اقل من ربع معلقه صغيره خالص ملح ليمون، يا اما ليمونه معصوره عشان انا هعمل كميه. لو هتعملي نص كيلو، نص ليمون، عصره نص ليمونه، ورشه فانيليا. بس كده بس كده. وهعلق عليهم النار واسيبهم مع نفسيهم. السكر يدوب وكم غلوه كده تتأثر، هسيبها خالص. تمام. تعالوا بقى نشوف الكنافه بتاعتي. الكنافه انا مسكتها. تعالوا نعمل القشطه الاول. معايا حوالي كيلو من اللبن، الحليب كده الفريش. عايزه تعمليه من اللي هو جهينه او الحاجات المبستره، تمام. احط على نص كيلو معلقه واحده سكر، ما تكتريش سكر. احنا هنعمل كنافه بالقشطه الكدابه. تمام. هتحطي على النص كيلو معلقتين نشا. معلقتين نشا. انا هنا عشان هعمل كيلو هعمل 4 معالق. هخليهم يغلوا طبعا على البارد. انت هحط ال4 معالق كبار نشا وهقلبهم كويس جدا على البارد، مش على السخن. هي كده عندي على البارد، اللبن على البارد، واقلبهم كويس عشان ما تتكتلش السكر مع النشا. بعد كده هرفعهم على النار يغلوا غلوه كويسه جدا، وبكبكوا كده. احط ايه، الفانيليا. تمام. هما كده داخلين على هحط قطعتين اختياري زبده او قشطه من وش اللبن عندك، حطيها هتدي لها دسم وتديها طعم حلو قوي قوي قوي. تمام. معايا كده كيلو الكنافه، هعمل نص من تحت، هقلبه مع السمنه كويس جدا. انا هعملها مش هحط سكر خالص. السكر البودر او السكر لما بتحطيه مع الكنافه بينشف الكنافه جامد جدا. انت عايزاها تحطيها عشان تعرفي تقطعيها ما تتكسرش منك، ممكن تحطي معلقه واحده، معلقه واحده صغيره سكر بودر، وتنشفيه يعني تقلبيها كويس جدا بحيث ان كله يختلط، عشان السكر لو اتكتل في حته هيكرمل وهيديكي شكل مش احسن حاجه. حطي في الصينيه شويه سمنه كويسين، وحطي بقى الكنافه بعد ما قلبتها كويس جدا. تمام. قلبتها كويس جدا وكلها اتغلفت بالسمنه. انا هعمل صينيه كبيره، هحط نص كيلو من تحت ونص كيلو من فوق، بس اللي من تحت ده هحاول افرده فرده يبقى ليها الحروف بتاعتها مبززه شويه، بحيث ان هي اما اجي احط القشطه مش لازم تبرد يعني خالص. انا عملتها كله، عملته في وقت واحد. مش لازم تحطيها تركنيها ولا تحطيها في التلاجة تتكتل ولا لا، اعمليها وهي سخنه عادي خالص، حطيها عليها. تمام. انا هبططيها كويس جدا، مش لازم بحاجه بايدك، بس خلي حروف للصينيه كده. هاتي بقى القشطه الكدابه اللي احنا عملناها اهي، دافيه ولا سخنه عادي، واعمليها بس ما تجيش ناحيه الحروف، عشان الحروف اللي لو ما فيهاش كنافه لو اتسربت منك هتتحرق ومش هتكون احسن حاجه. تمام كده. هاجي بقى لنص التاني، نص الكنافه التاني. تمام كده. نص الكنافه التاني هروح برضو نفس الحكايه، هروح دعكاه بالسمنه كويس جدا. على كل نص كيلو كنافه كوبايه الا ربع سمنه، يعني الربع زيت والنص سمنه لو بلدي او زبده. احنا عارفين الحلويات بتبان فيها قوي
ريحة السمنة وبتبقى فاقعة، فبلاش حاجة تكون ريحتها مش احسن حاجة. يعني ما تجيش احط زيت التومين او سمنة نباتي بتكون ليها ريحة مش حلو. لا، حطي حاجة تكون كويسة، مش لازم تكون بلدي بس تكون كويس. حطي بقى رشرشي على الوش الكنافة، بس ما تضغطيش، يعني هي كده خلاص لحد ما دعكت الكنافة كانت خدت وش كده. مش لازم اسيبها برضو تبرد كله في وقت واحد اهي، بس كانت خدت وش. هحاول اغطي الكريمة دي كلها بالكنافة، ويعني طبطبة بسيطة كده هساوي ايه الصينية. مش هحط، مش هضغط خالص، طبطبة بسيطة كده بحيث اساوي الصينية تستوي وتبقى شكلها خطير. حطها حرارة 180 الرف الوسطاني، تمام. تفتحيش عليها الشواية. خلاص اهي طلعت. هتبتدي بقى هقلبها الناحية التانية. دي اختياري، هتقلبيها تمام مش هتقلبيها ممكن تخليها كده لو بتخافي تقلبيها. انا قلبتها رجعتها تاني الصينية على اساس اشوف الجزء التحتاني. طيب قبل ما تقلبيها عشان ما تتبهدلش منك، لو رجيتي كده الصينية رجاية صغيرة ولقيتيها بتروح وتيجي معاكي كده تقلبيها. طب ما راحتش وجت وفي حاجات لازقة ما تقلبيهاش، ما انصحكيش انك انت تقلبيها. تمام كده. لو انت حسيتي رجيتي الصينية قبل ما تقلبيها ولقيتيها يعني هتروح سالكة من تحت، اقلبيها. مش سالكة ما تقلبيهاش. انا هحطها تاني في الصينية، هردها في الصينية بتاعتها عشان اذا كانت هتاخد وش تاني من تحت، من فوق فوق وتحت. لو عايزاها تحمر، لو مكتفية بكده تمام. تمام، هتعرفي تقلبيها مش هتعرفي تسيبيها زي ما هي عشان ما تتبهدلش، عشان المهلبية ما تبانش في القاع وتتبهدل. تمام كده، تمام. طيب خلصت السوا بتاعها. هبدأ بقى الشربات بتاعها اهو. بارد مش سخن. شربات الكنافة هي سخنة، الشربات بارد. هبتدي اسقيها. كتري في الشربات، الكنافة بتعوز شربات كتير قوي. تقدري تعملي ربع، تعملي نص، زي ما انت عايزة. بس الكنافة يعني بتحب الشربات. اي حلويات ما عدا يعني الجلاش مش قوي في الشربات، ما بياخدش شربات كتير. بقى كنافة بسبوسة بتاخد شربات كتير. اسقيها، استني تهدى. بس احنا هنا طبعا مش هنستنى تهدى عشان التصوير. هنقطعها على طول على طول وهي سخنة كده، وبنحب ناكلها برضو سخنة. لو انت بتشوفيني لأول مرة بقدم محتوى سهل وبسيط، أتمنى تشجعيني. لو عجبك المحتوى خش الصفحة قيميه. إذا عجبك المحتوى فضلا وليس أمرا شجعيني، لايك، متابعة، اشتراك، شير على قد ما تقدري. ده لو عجبك المحتوى. ما عجبكيش ما تعمليش حاجة خالص، لا بأس. بصي بقى طرية سخنة خطيرة، يعني احنا مش بناكلها الا وهي سخنة كده. بصي القشطة الكدابة تحفة، بتبظ منها بزازات. اتمنى يكون الفيديو نال اعجاب حضراتكم وتشجعوني. لايك، متابعة. بصي خطيرة حقيقي، تحفة، مسقية كويس جدا ومش متعجنة. الشربات لا هو تقيل بينشفها ولا هو خفيف، معقول قوي. 3 كوبايات سكر، 2.5 كوباية مية.